اهلا داليا من اسكندريه، اتفضلي. لو سمحت من فضلك، انا يعني حتى لو كان رايي مخالف لارائك وكده، يعني يا ريت تسمعوني للاخر وما تقطعوش عليا الخط. اتفضلي. احنا ما بنقطعش على الخط على حد. انا عارفه والله، فما هو ده ثقتي في البرنامج، عشان كده انا بتصل. اتفضلي يا فندم. اولا بالنسبه للسياحه النظيفه والغير نظيفه اللي انتوا بتتكلموا عنها، دلوقتي انا لو قلت لك يا عمرو انت بيتك، معلش انت كده واحد دخلك محدود، يا ريت تأجر لك اوضه من البيت بتاعك للدعاره والخمره، وعشان خاطر في سياح مثلا بيبقوا مش متجوزين وكده، وطبعا لازم تقدم لهم خمر عشان خاطر يجوا لك. هل هتوافق على الفكره دي؟ لا طبعا. تأجر اوضه؟ لا نفس طبعا. الفكره. هي البلد ايه؟ هي البلد عباره عن ايه؟ عن بيتي وبيتك، هي دي الدوله بتاعتنا. وبعدين احنا لو خلاص احنا هنقول لا مفيش مشكله للخمره ومثلا والسياحه النظيفه والغير نظيفه والكلام ده، ومفيش مشكله ان احنا هنتقبل الموضوع ده وكده. طيب ليه بقى عشان خاطر طبعا نزود دخلنا والقصص دي. طيب وليه ما نتاجرش في المخدرات؟ يعني ايه المانع ان احنا نزرع البلد مخدرات؟ ما هي نفس الفكره. لا يا فندم، افغانستان بيتاجروا المخدرات وحكم اسلامي. بالظبط. طيب يبقى نفس الفكره. لا حاجه زي الفل يعني. لو احنا بقى هنسمح، احنا دلوقتي عايزين نزود دخلنا، فبلاش نسمح. لا ده هناك عاملينها بمنطلق اسلامي في افغانستان. ما انا عارفه، انا بقول لك يا ريت احنا ما نضحكش على الناس باسم لقمه العيش، ان احنا عشان خاطر معلش احنا بقى ما عندناش، لا الغايه لا تبرر الوسيله، احنا عايزين ربنا يرزقنا الرزق الحلال. يا استاذه داليا عندك البديل. يا استاذه داليا، يا استاذه داليا، مثلما شهادته في عصر مبارك، والبلد لم تشهد فقرا مثل الذي شهدته في عصر مبارك. لو كانت السياحه هي والخمره والدعاره هي اللي بتاكلنا، احنا مش عايزينها تاكلنا. دي نمره واحد. نمره اتنين، انت دلوقتي ليه لما بتستضيف الاسلاميين وتقعد تتكلم معاهم تقول لهم والله هو المسيحيين كفره؟ طب ليه ما تستضيفش برضه احد القساوسه وتساله، تقول له المسلم الذي لا يؤمن بعقيدتك، الذي لا يؤمن ان عيسى ابن الله، ليه ما بتسالوش هو كافر ولا لا بالنسبه لك؟ ليه ما بتقفوش موقف الحياد على الاقل؟ مع ان انت مش المفروض ان انت تقف موقف الحياد لان عقيدتك اسلاميه، المفروض تقف جنب عقيدتك. لا لازم اولع فيهم هم. ليه انت ما بتسالوش نفس الاسئله؟ ايه المانع؟ برضو في حاجه معلش، يعني هو بتتهموا دايما اللي عنده العقيده اهم من المواطنه، وان انا مثلا عقيدتي الاسلاميه نمره واحد وان انا مصريه ده نمره اتنين. هو لما لا ما بتجيش سيره مصر خالص. لما الدنيا قامت ما قعدتش عشان خاطر وفاء قسطنطين وكاميليا شحاته، هي ما كانتش غيرت جنسيتها، هي غيرت عقيدتها، والكنيسه ما وافقتش على كده. معنى كده ان كان عندهم مين الاولويه؟ كان عندهم الاولويه لايه؟ كان عندهم الاولويه للعقيده. والله هي كاميليا شحاته ما غيرتش جنسيتها، ولا وفاء قسطنطين غيرت جنسيتها، دي غيرت دينها. يبقى اذا ليه المسلمين بيهاجموا عشان خاطر عقيدتهم نمره واحد، وليه المسيحيين ما بيهاجموش لنفس السبب؟ هو اليهود لما هاجروا قبل حرب 73 و67 و56 عشان ما يوقفوش قدام اليهود اللي قدامهم في الحرب، مصر كلها ما كانش فيها ولا يهودي بيحارب قدام اليهود عشان خاطر العقيده، ده كان نمره واحد. ايه السبب؟ وده السبب اللي خلى المصريين وكل المصريين ما انتخبتكوش، وما انتخبتش الكتله المصريه، وما انتخبتش الاحزاب اللي هي مش شرط كمان الكتله المصريه اللي في خلاف العقيده الاسلاميه، لان انتوا بتتهموا المصريين ايه؟ انهم بيتم التاثير عليهم من قبل الاسلاميين، انهم غير قادرين على التفكير. بمعنى اصح انا مش حد صوتي الواحد بيتهمني ان انا غير قادره على التفكير، بيتعالى عليا ان هو تفكيره افضل مني، ان هو علمه اعلى مني، ان هو بيفهم احسن مني. لا انا عايزه بقى اللي ما بيتهمنيش بكده. وهو لو كانت مصر كلها صوتت للكتله الاسلاميه مش كان هيبقى تم التاثير عليهم من قبل الليبراليه؟ مش كان الليبراليين مثلا هم اللي هيبقوا ليهم الصداره، وان هم اللي عملوا كده، وهم اللي تم التاثير، هم اللي اثروا على المصريين واثروا على افكارهم. اشمعنى لما الاسلاميين ياثروا يقولوا ده اثروا، واشمعنى الليبراليين ما ياثروش يقولوا لا؟ اشمعنى انتوا بتختاروا ناس وما بتقفوش موقف الحياد؟ ليه الاعلام بتاعنا ما بيوقفش موقف الحياد؟ ودي حاجه انا عايزه اناشد فيها كمال الجنزوري، انه على الاقل يدينا اعلام يعبر عن مصر، يعبر عن الاغلبيه، او يدينا اعلام محايد، مش اعلام بيقف جنب الليبراليه ما بيقفش جنب الاسلاميين. متشكره قوي ان انتوا سمعتوني. شكرا يا استاذه داليا.